كل اللاعبين كانوا مع أمهاتهم في الاحتفال المغربي إلا هذا الشاب. تعجب الجميع وتساءلوا: لماذا كان الوحيد الذي لم يجلب والدته؟ ظنوا أن والدته مريضة، أو ربما كانت لا تستطيع الحضور لظرف طارئ. لكن عندما اكتشف الناس حقيقة هذا الشاب الصادمة وقصته تأثروا بشدة. كان سليم طفل ينتمي إلى عائلة مهاجرة من المغرب إلى بلجيكا، وبالنسبة إليه كانت والدته هي أهم شخص على الإطلاق في هذا العالم، فكانت تذهب معه إلى تدريبات كرة القدم وتشجعه في كل المباريات. كان حلم حياتها أن تراه ذات يوم لاعب مشهور وشاب تفتخر به أمام الجميع، لكن للأسف ذلك الحلم قد تحطم تماما بسبب كارثة غير متوقعة. فعندما كان سليم في عمر 14 تعرض لأسوأ موقف في حياته، حيث كان موجود في المنزل مع والدته مثل أي يوم طبيعي، لكن فجأة لاحظ أن والدته بدأت تشعر ببعض الدوار وكانت غير متزنة. حاول سليم أن يساعدها ويفهم ما الذي تعاني منه بالضبط، لكن للأسف الوقت قد تأخر بالفعل، وبشكل صادم سقطت والدته على الأرض. شعر سليم بالخوف وظل يحاول إيقاظها، لكنها كانت لا تستجيب. اتصل على الفور بالإسعاف وتوسل إليهم أن يصلوا بسرعة لأن أمه لا تتنفس. وصل المسعفين ونقلوها إلى أقرب مستشفى لكي ينقذوها قبل فوات الأوان، لكن تفاجأ سليم وأبوه أن الأطباء رفضوا إدخالها إلى غرفة العمليات، حيث طلبوا التحدث مع عائلتها لكي ينقلوا إليهم ذلك الخبر الحزين. فقد أخبروهم أن والدة سليم كانت تعاني من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، وللأسف ذلك مرض صامت ويأتي بشكل مفاجئ بدون سابق إنذار، حيث أدى هذا المرض إلى إصابة والدة سليم بسكتة دماغية ونزيف. وللأسف بسبب تلك الأعراض الخطيرة فقد توفيت بالفعل قبل وصولها للمستشفى. في تلك اللحظة تجمد سليم ولم يصدق ما الذي يقوله الأطباء. لا يصدق أن أكثر امرأة يحبها قد رحلت إلى الأبد وتركته وحيدا. دخل حينها سليم في حالة اكتئاب وصار حزينا كل الوقت، حتى أن مستواه الدراسي تدهور بشكل ملحوظ بعد أن كان طالبا مجتهدا. فقد اشتكى المعلمين إلى والده أنه لا يعطي أي اهتمام إلى دروسه، كما بدأ يهمل أيضا تدريبات كرة القدم في الفريق الذي يلعب فيه. فرغم أنه كان أمهر اللاعبين بين أصدقائه، لكنه أصبح كسولا ويفوت حصص التدريب. ظن المدربين حينها أنه فتى طائش ولا يحترم القواعد التي وضعها النادي، لكن في الحقيقة هو كان يكره الذهاب للنادي دون وجود أمه بجانبه، حيث كان صوتها وتشجيعها هو الذي يدفعه إلى الأمام ليصبح لاعب أفضل. لكن الآن عندما ينظر إلى المدرجات كان لا يجدها، وهذا كان يحزنه بشدة. وللأسف اضطر النادي في النهاية إلى الاستغناء عنه وطرده من الفريق. وبالفعل ظل سليم لا يلعب كرة القدم ما يقارب سنة كاملة، لكن عندما كاد يعتزل اللعب إلى الأبد تذكر شيئا مهما قام بتغيير حياته. فقد تذكر حلم والدته في أن يكون لاعبا مشهورا تفتخر به أمام العالم. لذلك أدرك سليم أن والدته ستكون حزينة في السماء إذا لم يحقق حلمها. بدأ يبحث حينها عن نادي جديد ليلعب فيه، لكن للأسف فجميع فرق بلجيكا رفضته. لكن سليم رفض الاستسلام وأقسم أنه سيفعل المستحيل لتحقيق حلم والدته، حيث ظل يتوسل إلى الأندية حتى قام نادي محلي بضمه إلى فريق كرة القدم. استطاع سليم إثبات نفسه بسرعة وقدم أداء مذهل في المباريات، وعلى مدار السنوات التالية ظل ينتقل بين العديد من الأندية البلجيكية. حاولت بلجيكا تجنيس سليم لكي يلعب في منتخبهم الوطني، لكن سليم رفض ذلك وأصر على اللعب لمنتخب بلاده المغرب، حيث استطاع مع أسود الأطلس الحصول على المركز الرابع في كأس العالم. كان ذلك الإنجاز عظيما للغاية، لدرجة أن ملك المغرب قرر تكريم كل اللاعبين، حيث طلب من كل لاعب أن يأتي مع والدته إلى ذلك الحفل التاريخي. حينها تفاجأ الملايين أن سليم جاء بمفرده إلى الحفل بدون أمه. فرغم سعادته بالتكريم لكن كان يبدو عليه بعض الحزن في عينه، فبعد كل شيء كان يتمنى وجود والدته في ذلك اليوم لكي ترى كيف أصبح الآن.
كان يريد إخبارها أنه صار الشاب التي كانت تتمنى أن تفتخر به. وعندما اكتشف الجمهور حقيقة قصته شعروا بالحزن والأسى من أجله، حيث قام الجميع بالدعاء إلى والدته بالرحمة، وذلك لأنها أنجبت ابنا عظيما مثل سليم جعل ذكراها خالدة في أذهان الكثيرين.